هنا يعيش حسن حوماني مع والدته الأرملة أوشاين عند سفح جبال الأطلس. هنا وسيلة النقل الوحيدة المتوفرة هي بغلة شجاعة. البغال حيوانات هجينة لها قوة الحمير وسرعة الخيول، وبما أنها خليط من نوعين مختلفين فهي لا تنجب. وعندما تفقدت العائلة البغلة ذات صباح باكر من شهر أغسطس عام 2002 وجدت شيئا غير عادي. استيقظت وخرجت من المنزل، سرت إلى الحديقة فوجدت البغلة وقد وضعت مولودا. لم أصدق ما رأيت. بدا المولود كحمار صغير، كان جميلا جدا. لم أسمع طوال حياتي بأن أنثى بغل وضعت مولودا، وقد حدث هذا في بيتي. لم يفرح حسن كثيرا لهذا الحدث، فسكان المغرب يؤمنون بالخرافات. بعضهم يعتقد أن ولادة بغل هي من علامات نهاية الزمن. الطبيب البيطري المحلي الدكتور لطفي كان أول من رأى الصغير. في البداية اقشعر بدني لرؤيته وشعرت بالصدمة. لم أصدق ما رأيت، هل هذا حلم أم حقيقة؟ حتى إن بعض أصدقاء البيطريين لم يصدقوا الخبر في البداية، إلى أن جاءوا ونظروا بأم العين. هذا غير معقول، لأن البغال إذا ما وضعت صغارا فستكون نهاية العالم، والآن ليست نهاية العالم، لذا فالأمر غير معقول. أذكر ذاك اليوم عندما كنت أعمل في أحد الأسواق، وكان هناك حوالي 40 طبيبا بيطريا يعملون في كافة أرجاء المغرب. اتصل بأحدهم وأنا في السوق وقال لي: جيجي، تعرفين أنني لم أتناول مشروبا ليلة أمس، وأنت على الأرجح لن تصدقيني، لكن أحد زبائني في الجبال أخبرني أن لديه أنثى بغل وقد وضعت مولودا. الدكتور